دلوقتي هنقشر المانجا. المانجا بتكون جامده عشان كمية العمل. هنعمل مخلل اسمه ليمونجو، مخلل الفنادق كبيرة. تلات معالق ملح كبيرة، معلقة عصر كبيرة. دي الخلطة بتاعت الليمون. معلقة حبة البركة كبيرة. هريسة الشطة معلقتين. معلقتين خل كبار. معلقة مستردة كبيرة. بعدين لو احتاجنا ملح ممكن نزود الملح شوية عشان خاطر الليمون. دي باينة كده. نص الليمون ده. نعمل طبعا مانجا وطبقه ليمون المعصفر. الليمون ده طبعا بنسلقه نص سلقه، مش نص سلقه يعني، يقلب قلبه بس كده وهو بيتحط على النار وبيتاكل على طول ما بيغيبش. بس طعمه بيبقى حاجه بقى ايه خطيره، حاجه جديده. بنضغط واحنا ما بنضيفلوش حاجه بعد كده، لان هو اللي منه بيبقى مسلوق بيخرج ميته. ما بنضيفش حاجه. الخلطه اللي احنا عملناها بس مع ايه، مع الضغط معاه مع ميته اللي بتنزل منه، ما بيحتاجش اي حاجه تانية. انتوا شايفين اهو اللي قدامكم، مش محتاج اي حاجه. اهم حاجه بعد نضغط كويس ونحط على الوش زيت، ده بيمنع العفانه وعفونه عدم تسريب اي هواء ليه. اما بقى بالنسبه لتخليل الليمون عادي بنسلقه عادي. نحط عليه برضه معلقه من الخلطه دي بتدي شكل جمالي وطعم حلو الليمون. اهم حاجه تضغط الليمون. بالنسبه لتخليل الليمون التمليحه بتاعته بيبقى كوبايه
مج عادي عليه معلقه ملح، بس انا واخده ميه السليق نفسها عاملاها، بتحافظ على الليه وما تخلوش ايه يعفن. برضو ممكن نكب شويه زيت على الوش عشان عدم دخول الهواء